ويا صباح الخير والسرور عليكم يا حبيبات القلب. إن شاء الله تكونوا في أفضل حال. وحشتوني جدا. وتخيلوا معايا يا بنات كده، ايه اللي ممكن يحصل لو قررتي فجأة تختفي عن عيون الناس؟ مش تختفي عشان تهربي، ولا عشان زعلانة من حد، ولا عشان تعملي لقطة درامية. لأ، تختفي اختفاء استراتيجي ذكي، عشان تبني نفسك وتلمي شتات روحك في صمت. وتخيلي بعد 3 شهور بس الناس تشوفك وتلاقيكي واحدة تانية خالص، وشك منور، كلامك أوزان وأهدى، ثقتك في السما، وبيتك مرتب، وعلاقتك بربنا بقت هي حصنك ومصدر أمانك، وما بقاش عندك أي طاقة للناس السامة اللي كانت بتستنزفك. عارفين ايه اللي بيوجع بجد يا بنات؟ مش انك ضعيفة، اللي بيوجع انك مكشوفة قدام كل الناس وانت لسه بتتعلمي ازاي تقفي على رجليكي. اكتر غلطة بنعملها هي اننا نعلن نيتنا للتغيير قبل ما نبدأ اصلا. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الاختفاء الذكي، ازاي تعالجي نفسك وتنجحي وتقطعي مع الطاقات السلبية بدم بارد. جهزي فنجان قهوتك المظبوط، وتعالي نقعد جلسة صفا هادية بيني وبينك. الرحلة دي ليكي انتي وبس. ليه لازم تختفي عشان تتغيري؟ اول سؤال هيجي في بالك، ليه لازم اختفي؟ عشان تسمعي صوتك انتي في وسط زحمة الدنيا. الاختفاء مش معناه تقطعي العالم وتعيشي في عزلة. الاختفاء معناه تقللي الظهور، تبطلي تشرحي وتحكي كل خطوة، وتبطلي تستني تقييم من حد. لما تبني نفسك في السر بتكسبي 4 حاجات فورا. اول حاجة، مفيش حد هيعلق على بداياتك البسيطة. وتاني حاجة، محدش هيحبطك بجملة ده حماس بدايات وهتزهقي. وتالت حاجة، ضغط التوقعات من الناس هيختفي تماما. رابع حاجة، هتاخدي مساحة تغلطي وتقومي وتتعلمي من غير ما حد ينتقدك. قللي استرهاتك واقفلي دايرة أسرارك، وخلي الناس تشوف النتيجة مش تشهد على الرحلة. وتاني خطوة يا بنات، التعافي الحقيقي بيبدأ من جوه. عالجي نفسك من جوه. مش كل وجع في الدنيا بيتحل بنزول الجيم أو بالشغل وبس. في جروح قديمة محتاجة تعترفي بيها بينك وبين نفسك. انتي زعلانة من ايه؟ ايه اللي وجعك؟ ليه دايما بتجلدي نفسك على أخطاء زمان؟ خطوات التعافي بسيطة بس محتاجة شجاعة. اكتبي كل حاجة مضايقاكي على ورقة. سامحي نفسك على عبط زمان وأخطاء الماضي، واعتبريها درس قوي وقواكي. وبطلي تشيلي ذنب حاجات ملكيش يد فيها. لما الجرح اللي جوه بيخف، طاقتك وشغفك للحياة بيرجعوا أحسن من الأول. وتالت حاجة يا بنات، المهارة قوة والفلوس أمان. استثمري في دماغك وفي مهاراتك في صمت. مش لازم وظيفة جديدة وضخمة. ابدأي بتطوير مهارة معينة أونلاين. اتعلمي لغة، مهارة، إدارة وقت، كورس في مجال بتحبيه. خصصي نص ساعة بس من يومك في السر من غير ما تعلني. ليه ده مهم؟ لأن الفلوس أمان، والمهارة قوة، والاعتماد على النفس بيبني للست شخصية تقيلة ما تهزهاش ريح. كل ساعة بتصرفيها على تطوير نفسك هترجعلك أضعاف. وفوق ده بتشغلي عقلك عن التفكير المؤذي في الماضي أو القلق من المستقبل. ونيجي بقى الرابع حاجة يا بنات، الرياضة والصلاة، شحن الروح والجسد. اتمرني حتى لو في اوضتك. الرياضة مش رفاهية، الرياضة علاج نفسي. بيفرز هرمونات السعادة، بيظبط المزاج، وبيقلل العصبية والتوتر. في برامج مجانية على الموبايل أو اليوتيوب كفيلة تديكي طاقة ونشاط ويخلوكي تحسي بقوتك. والأهم من الجسد الروح. قربك من ربنا هو نقطة الأمان الوحيدة الحقيقية في الكون. حافظي على صلاتك، اقرأي ولو صفحة واحدة من القرآن بهدوء، وادعي كتير. لما تكوني مسنودة على ربنا مش هتخافي من حد، مش هتعلقي سعادتك بمخلوق، ومش هتنكسري بسهولة.
لو العلاقة دي اتظبطت كل حياتك بعدها هتتظبط. الانسحاب الراقي والبلوك النفسي، القطع مع السامين. السر الخامس وده تخصصنا، ابطعي مع الناس السامة. البلوك للناس المؤذية مش لازم خناقة وزعيق وإعلان حرب. الست التقيلة بتعمل حاجة اسمها الانسحاب الراقي. الشخص السام هو اللي بيقلل منك، بيحبطك، وبيسخر من طموحك، وبينافسك بدل ما يدعمك. البلوك ده يا بنات مش ضعف، البلوك ده حماية لسلامك النفسي. لو مش قادرة تعملي بلوك مباشر في الواقع، اعملي بلوك نفسي. قللي الكلام، اقطعي المشاركة، وحطي حدود حديدية. طاقة شخص سلبي واحد حواليكي ممكن تهد مجهود شهور في ثانية. بيتك هو ملجأك ومصدر طاقتك. تعالي بقى للسر اللي لو ظبطتيه حياتك كلها بتنور. بيتك، البيت مش مجرد 4 حيطان وعفش، البيت بيئة وطاقة، اما يشحنك ايجابيا او يستنزف صحتك. الفوضى والكركبة برا بتعمل فوضى وجلد جوه دماغك. اول ما تبدأي ترتبي وتنظمي بيتك، عقلك بيروق ونفسيتك بتترتب. مش مطلوب ديكور غالي، المطلوب سرير مرتب، ريحة حلوة، إضاءة مريحة، وركن صغير خالص ليكي تشتغلي وتخططي فيه. ونفضي الحاجات القديمة المرتبطة بذكريات مؤذية. تصفية الكركبة هي تصفية للروح. وانتي بتنظمي بيتك اوعي تنسي تنظفي أفكارك، واهتمي بشكلك وبشرتك وصحتك عشان نفسك، لأنك انتي أهم قطعة في البيت. ولو انتي مرتاحة البيت كله هينور. حبيبات قلبي، التغيير مش مجرد قرار، التغيير بيئة انت اللي بتصنعيها في صمت وكتمان. لما تختفي الفترة دي وتشتغلي على نفسك وترجعي بشخصيتك الجديدة القوية، مش بس الناس هتتفاجئ وتلاحظ الفرق، انت اول واحدة هتبص في المراية وتبتسم وتحس انها اتولدت من جديد. جاهزة تبدأي رحلتك في صمت بينك وبين نفسك وبس؟ اكتبيلي في التعليقات عبارة هبدأ لنفسي. ومستنية تشتركوا في قناتنا بهدوء مع منى، وتفعلوا الجرس عشان نكبر لمتنا الحلوة والرايقة مع بعض. كانت معاكم منى، يا رب دايما في أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.